السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الطلاب. هنا معهد جراند أونلاين أكاديمي لتعلم اللغة العربية عبر الإنترنت. نأخذ اليوم درسا مختلفا عن الدروس السابقة يتحدث عن الضمائر في اللغة العربية. السلام عليكم، هلكن وحويا معهد جراند أونلاين أكاديمي وحنا معنا كبحني كورس اللغة العربية. عشر كأي منطقة قادنا وعشر كدوان عشر ظهره وحنا قادنا مركز وانك عشر كوياي الضمائر في اللغة العربية ومرياشة اللغة العربية. إما مركز الله هاي أنا جالس كلا قلي كان مركز قلي كان هاي أنا أسكلا مركز لي وام هاي لي هذا القلم لي أنا جالس كلا مركز قف كلا وشيء يصير دون يصير وشيء يصير أضيق جالس كلا قلي كان ما تقول رسالة لك هذا القلم لك وهي هاي مركز الله هاي قلي كان واحد أسكلا إسقى أسكلا قلي كنا هذا القلم له. marka waxaanu baranaa meereyaasha luqadda carabiga ciwaanka ayaynu akhriyana insha Allah. marka في بداية هذا الدرس نقرأ الدرس باللغة العربية. موضوع الدرس أو عنوان الدرس الضمائر في اللغة العربية. الضمائر في اللغة العربية ضمائر الكلمات لي هذا القلم لي القلم لي لك حينما تقول لشخص لك هذا الكتاب لك هذا الكتاب لك له هذا البيت له هذا البيت لشخص آخر. ما تقول هذا البيت له لها حينما تشير إلى بنت أو امرأة لها هذه السيارة لها هذه سيارة لها. لكم وحينما تشير إلى الجمع هذه الأجهزة لكم هذه الأجهزة لكم. لنا هذا البيت لنا هذا البيت لنا. لهم هذا الكرسي لهم. ما شاء الله. يعني واقع ورميا الضمائر في اللغة العربية وميرياش كلمة مركز أنا جاسكري إسا جاسكري وحوي وقرنكيسي وحوي وقاريدي يجا إسكالي النجالة مركز ميرياش اللغة العربية هذا كائن أد مهم لغة اللغة العربية كهذا إنه كلا فهنسية. تقولان الضمائر وميرياش في اللغة العربية اللغة العربية لي واحد كلمة مثل الله هاشيها مركز قلنك أنا جالة القلم قلنكو لي أنا جاسكري لي أوكي مركز نية قبل ولا استعمالية لي القلم لي أيضا يقف كذا. لكم مي لك أديك أسكره من قفك كل هذا أديك أسكره. هذا الكتاب لك هذا الكتاب كتاب كان مبوغا لك أديك أسكره. وهي هاي له مثلا السجع. وهي هاي هذا البيت قريجا له وقريجيسي هذا البيت له قريجا سجع أسكره وقريجيسي هذا البيت له وقريجيسي. لها هذه السيارة قاريجا لها يدا اسكري وقاريجي وحوي وقاريجي مثلا هاي لها. لكم وحوي ما كتجمع تقول هذا إني كاسكري وحن معين غنيسا هذه الأجهزة ألعبتن لكم وألعبتيني ألعبتن وألعبتيني ما كتجمع تقول هذا وألعبتيني والله هاشيها ومحي هذه الأجهزة ألعبتني لكم وألعبتيني. لنا أنا مثلا أنا على طبعا وحنا أنا أسكرنا مثلا هاي وين قلنا سوى شمعة كهندس. هذا البيت قرية يمكن تشوقنا لنا أنا أسكر قرية هذا البيت لنا قرية أنا أسكر مثلا ألعبت أنا على مع وريسة تنوب بدرسة هذه الأجهزة ألعبتني لنا وألعبت هذه ألعبت هي أسكر ألعب بالمنطقة مع وريسة وكان شو أقوى صوت نتصفر بان هذه الأجهزة لنا وألعبت هذه لنا استعمالها لهم مركان تطفر بدن با marka sheegaysa marka maawanaysa هذا الكرسي كرسيgan لهم yaga iskale oo kursigoogi marka leedahay هذه الأجهزة لكم marka maxaa loo yaqaanaa waxa weeye waa meereyaasha lahaashiyaha marka leedahay waxan ana iskale waxan isaga leh waxan yaga leh yada leh inaga leh marka saad sheegaysid waxa isticmaalaysa intana ugu muhiimsan intan ayaa ugu muhiimsan marka mar labaad ayaan soo tilmaami doonaa insha Allah
لي وحوي مثل أنا قاله لك أذي قاله له وحوي إسقاله لها أيضا لوي من هذو لكم إن قاله لنا أنا قاله لهم أي قاله marka luqadda carabiga meerayaasha ugu muhiimsan ee damaa'ir luqadda carabiga wuxuu ka caawinayaa marka hadalka luqadda carabiga aad sheegaysid ama qof aad hadlaysid inta kala faahsan tahay si fudud baad wax u sheegi kartaa marka alaab baaluntay alaabtan yaale ay leeyahay buugan yaale amba mobil kan yaale ma oranaysa duwa mobil kaygi soo ormaysid waxa ma oranaysa hada alhatifu li taas isticmaalaysa oo mobil kaygi qofa موبل كلوي ما بعد كونسا وموبل كاغ واكن وموبل كاغ مرك لهداي هذا لك هذا استعمال سمركا هذا الهاتف لك وموبل كاغ واكن قاد marka aad u muhiim weeye marka luqadda carabiga may ka caawinayaan التحدث والتكلم باللغة العربية ay ka caawinayaan marka inta kala fahansantahay قبل أن نختم هذا الدرس نقرأ باللغة العربية قراءة مبسطة سريعة الموضوع الضمائر في اللغة العربية ضمائر الملكية في اللغة العربية لي القلم لي هذا القلم لي هذا الكتاب لك هذا الكتاب لك حينما تتكلم مع شخص آخر تقول له هذا الكتاب لك له حينما تتحدث عن شخص قائم هذا البيت له هذا البيت له لها هذه السيارة لها لكم هذه الأجهزة لكم لنا هذا البيت لنا هذا البيت لنا هذا الكتاب لنا هذه الأجهزة لنا لهم حينما تشير إلى جمع لهم ولا هذا الجمع يكون جمع قائب وجمع مقبول هنا هذا الكرسي لهم هذا الكرسي لهم ما شاء الله وحسوق أني قبدي عشر كينا أتمنى لكم وقتا سعيدا ممتعا هنا معهد جراند أونلاين أكاديمي أنا معلم اللغة العربية في معهد جراند أونلاين أكاديمي نأخذ فصولا جديدة لتعلم اللغة العربية عبر الإنترنت وأشارك آراءكم في التعليقات في أسفل هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.